السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وصحة وسعادة، وفيديو جديد من فيديوهات الحكيم الاقتصادي. الأجازة عدت، سبت حد اتنين وبكرة التلات أول جلسة بقى عودة للسوق والبورصة يعني. وطبعا الواحد كان متفائل بعودة بعد الأجازات، والجلسات قبل الأجازة كانت كويسة مع موضوع الهدنة والاتفاق ما بين أمريكا وإيران ووقف الحرب. ولكن طبعا زي ما قلنا إن البرتقالي لا يؤمن جانبه، وهو كذاب سواء في أي تصريحات بيقولها. عشان كده دايما قلنا الموضوع دايما يكون بحذر. انت مآمن للسوق لكن بحذر، لان لسه الموضوع يعتبر على صفيح ساخن، لسه مفيش امان كامل في موضوع الهدنة ووقف الحرب. النهارده طبعا بعد ما اول جلسه تداول كانت الاثنين، النهارده بره. الاسواق بره مش متاثره قوي يعني لغايه دلوقتي. الاسواق الاوروبيه نازله ما بين واحد نص في المية لواحد في المية. الفيوتشر بتاع امريكا تقريبا اقل من 1%. الذهب والفضه نازلين برضو حوالي 1%. طبعا البترول تجاوب بسرعه جدا وصعد ما بين 7 و8%. ودي طبعا كل مع كل يعني الليله دي دايما هتلاقيها مع كل قلق بيحصل الحاجات دي كلها بتنزل. طب هتقولي هو ليه الذهب واخد المره دي سلوك مغاير لدايما اللي كان بيحصل ده؟ يعني دايما لما كان قلق يحصل تلاقي الذهب طلع ما نزلش. المره دي فعلا في سلوك غريب مع الحرب دي، ان الذهب فعلا مع الذهب بيطلع مع الاسهم. وده اصلا سلوك غريب شويه، ان الذهب يطلع مع الاسهم يعني. لما كان دايما تلاقي الناس بتتجه الى التحوط او في مشكله، تلاقي الناس بتبعد عن الذهب وتروح تشتري ذهب وما تشتريش اسهم. ولما الفايده بتقل او الدنيا تبقى مستقره والنتائج الاعمال كويسه والدنيا هاديه مفيش حروب، تلاقي الناس راحت اتجهت للاسهم والاستثمار المباشر بعيدا عن الذهب. ولكن الغريب المره دي ان الذهب ماسك في ايد الاسهم. وهنا نقول ان ممكن السيوله عموما، ان المضاربين اسهم يعني فلوسهم في السوق وخايفين من الارتفاعات القياسيه اللي حصلت في الذهب من اول السنه او من اواخر 25 لغايه اول كوارتر من السهم ده، اول كوارتر من السنه 26. فممكن يكونوا دايما خايفين من موضوع جني ارباح شديد يحصل في الذهب، وان الذهب ينزل لغايه $4000 زي ما في ناس كتير متوقعه. ولكن بيفضل هو ده السبب المباشر، ان الذهب المره دي بيتبع الاسهم. ولما اخبار الحرب ترفع تلاقي الناس بتسيل اكتر ما تروح تشتري للذهب. ولكن لازال الراي هو ان الذهب من ادوات التحوط الممتازه. ان الذهب طالع فوق ال 5000 و5400 ويوصل $6000. ولو الذهب وصل لمرحله تاني 4400 فيما اقل، فهو فرصه للشراء بجزء طبعا من محفظتك الاستثماريه قليله المخاطر. ايه اللي هيحصل في بورصتنا بكره مع استمرار طبعا احنا هنقدر نحكم على بالليل كده، لان برضو ترامب تقريبا قال على مهله كده على مضيق هرمز، معرفش الساعه 2 هيعمل ايه. وطبعا هو كل ساعه بحال، والاحداث دايما بتسخن على بالليل وعلى الفجر كده. فطبعا من هنا لغايه بكره الله اعلم ممكن ايه يحصل تاني. ولكن لو في ظلت الامور في ظل المناوشات الحاليه مع وقف اطلاق النار مع عدم تعدي حد طرف على التاني لغايه دلوقتي، فان الامور مش هتحصل بالسوء اللي الناس متوقعاه. هيحصل طبعا هبوط خاصة في المؤشر والأسهم القيادية بقيادة التجاري وإخواته. ولكن هيفضل الموضوع في الظل الإيه اللي هي التريدة، يعني ضغطة لتحت ونرجع نلم تاني، خاصة لو الأمور لم ولن تتفاقم. أما لو الموضوع هيسخن ويخرج عن السيطرة فلا، فتبقى جلسة هابطة من أولها لآخرها. وهنشوف كمان للأسف نفس التداعيات اللي حصلت مع سخونية الأحداث، من بقى نزول في الأسهم. وطبعا أسهم المضاربة بيبقاش قوي عليها، ممكن تنزل وممكن تطلع عادي جدا. والاسهم اللي عليها اخبار هتحصل هتطلع عادي جدا، هتتجاهل المؤشر عادي. ولكن طبعا مش بتبقى نسبه كبيره من السوق، بتبقى نسبه اقل بكتير من الاسهم القياديه ومعظم اسهم السوق اللي بتبقى مشلوله يعني. طبعا منها بينزل ومنها بيتشل، والقليل اكتر هو اللي بيطلع. الاسهم اللي هتطلع ايه؟ ممكن بقى الاسهم اللي عليها اكتتابات مثلا، الاسهم اللي عليها اخبار مباشره نزلت، الاسهم اللي عليها توزيعات مجانيه، الاسهم اللي عليها كوبونات هتتوزع قريب، وهكذا. لكن الاسهم او الاسهم اللي قليله العدد اللي فيها جيمات. لكن الاسهم اللي هي القياديه هتنزل، والاسهم اللي هي بولامس دي اللي هي اول ما بتلاقي الدنيا غيوم تروح واخده غطس هتنزل، زي عم انترناشونال بيزنس والرجاله دي اللي يا دوب عايز اي بس يضرب واحد، يضرب اي بومبه في اي حته يقول لك انا هنزل خلاص انا مش طالع. ولكن قطاع البنوك، قطاع الاسهم اللي هي ماسكه المؤشر هتنزل.
معلش حاجة قاطعة كده قطعت الفيديو. نكمل. فاحنا كنا بنتكلم على الأسهم بقى اللي ممكن تخالف السوق، فطبعا نفس السيناريو اللي فات هيتكرر. الأسهم البتروكيماويات، أسهم الأسمدة ممكن يكون لها نصيب من الصعود لو كمان تطورت المواضيع شوية، ونتمنى إن شاء الله إنها ما تتطورش ولا حاجة. انت هتعمل ايه لو انت مضارب؟ طبعا كل بقى واحد تبع سهمه وشوف هيتحرك ازاي ويتحرك معاه، سواء ان هو يبيع ويرجع يشتري من تحت، او لما يستنى لو ما لحقش، طبعا لو الاسهم فتحت بفجوات صغيره لتحت او حاجه يبدا يشتري من تحت ويرجع يبيع مع تحسن الاوضاع. ولو انت مستثمر كبر دماغك، الموضوع كده كده ان شاء الله هيتحل، مهما طول هيتحل ان شاء الله. طبعا ده كله لا نستبعد نسبه 10 15% 20% كده ان الموضوع يطول قوي يعني، ويبقى ابن المجنونه ده ايه مطول في الموضوع. ممكن بقى بكره ان شاء الله نبقى نتكلم على الاسهم. النهارده مفيش مجال قوي ان احنا نتكلم على الاسهم يعني بعينها، اشوف هتعمل ايه، لان زي ما قلنا لسه في متغيرات ممكن تحصل خلال الساعات القادمه، واغلاقات الاسواق الاوروبيه وبعدين الامريكيه هيتحدد عليها الى قدر كبير احنا هنتحرك ازاي بكره، على اساس طبعا الاجانب وكده. وطبعا الاجانب كانوا اجازه، البورصه كانت اجازه، فبكره هيكونوا شغالين، بعكس لما بتكون دايما الصدمه يوم الاحد ساعات بيبقى الدنيا اخف شويه عشان الاجانب ما يكونوش شغالين قوي يوم الاحد يعني. اسكندريه، نتكلم على شويه اسهم نزل عليها اخبار ممكن بس، وبعدين نبقى نكمل بكره بقى على اداء الاسهم. اسكندريه وطنيه نزل عليها ميعاد التقسيم خلاص، اسكندريه قصدي اللي هي الماليه، نزل عليها موعد التقسيم، وان شاء الله ينزل عليها موعد الاكتتاب برضو قريب. ان شاء الله هتقسم السهم على 10، وبعد كده يبقى في اكتتاب بالقيمه الاسميه 50 قرش. السهم ده لسه فيه كتير لقدام، وممكن من الاسهم اللي تخالف السوق بكره ان شاء الله. ما تندفعش في الشراء لو السهم جري قوي، ما تندفعش. ولو السهم لمس ال 100 جنيه او منطقه من 100 ل 105 اشتري، مش هيخسر معاك خالص. السهم في عز الضرب اصلا، اثناء الضرب نفسه مجان وصل ل 95 جنيه اقصى حاجه. جنوب الوادي كمان من الاسهم اللي نزل عليها خبر الاكتتاب، برضو على اخر الشهر هيتم الاكتتاب، واكتتاب قصير اسبوعين تقريبا، وهيكون اكتتاب برضو ان شاء الله شايف ان هو هيكون اكتتاب كويس. بنهر الخير هيبدأ تداول الحق من بكرة، وهنشوف الراجل البخيل ده ناوي على ايه، لان هو من اقذر الناس اللي بتشتغل بصراحة في عصر الناس. ولكن برضو لو الحق نزل بفجوات ولقيته نزل بشكل مبالغ فيه، اشتري وخش الاكتتاب. لما اسهم الاكتتاب تنزل هيكون الاكتتاب ده مربح ان شاء الله بالنسبة لنهر الخير. وخدوا بالكم تقريبا التداول بتاع السهم بتاع الحقوق تقريبا برضو اسبوعين بالظبط او اقل، ممكن يبقى اسبوع كمان، والاكتتاب كله اسبوعين. انا بحب زي ما قلت الاكتتابات القصيره اللي ما بيبقاش فيها رغي.